يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. انا عندي الفريزر بتاعي، شوفوا مليان تلج يا جماعه. طبعا التلاجة بتاعتي اساسا من النوع الايديال اللي هو ايه، اللي عامل شويه اللي بطيء. التلج مهبط لي الدنيا ومخلي الدنيا مش حلو. فانا ايه، فكرت بقى كده نشوف نعمل ايه مع بعض. هنمسك بقى التلج ده نشيله كده كويس جدا جدا، وتعالوا بقى نشوف التفاصيل مع بعضها. جماعة شفتوا بعد ما خليت الفريزر بتاعي تمام ومسحته كويس جدا ونضفته، خليته زي العسل. معايا بقى ايه، هو دي السر بقى يا جماعة. يطلع 3 معالق كده من الزيت، وعندك بقى قطنة او حتة قماشة، وهنقوم ايه، او منديل زي ما انا هعمل. هنقوم وهو بقى بتقومي واخدة بقى الزيت كده، شفتوا، وتقومي دهن. ولا تستني بقى حد من بتاع التلاجات يجي يعملك ولا ينظف ولا ما يردش ولا ايه ولا الكلام ده كله. انت بتقومي ماسكة كده، وتقومي ماسكة بقى ايه، ماسكة اي حاجة عندك. يعني انا ما عنديش قطنة، فجبت منديل اهوت وبعمل بيه اهو. شفتوا، بمسك كده بقى ايه، وبعمل الفريزر بتاعي زي ما انا قلت لكم. التلاجة بتاعتي عادية، من اللي هم العاديين يعني، مش اللي هم ايه دوكو اهو. وبنمسك كده وبمسك وادعك، يعني ادعك كويس جدا لحدية ما ايه نوضب الدنيا خالص اهوت. ونرص بقى ايه بتاعنا، اي حاجة عندنا بنرصها في الفريزر، الحاجات بتاعتنا المتاحة. ولحديت بقى بنقوم نسيبه بساعتين اكتر. واهو يا جماعة كده احنا دهناه وبقى تمام خالص اهوت بالزيت بتاعي كله الفريزر. طبعا انا طالعه على كورس على فكره وعايزاكي بقى تكتبوا لي في التعليقات تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده. طبعا احنا بنعمل اكلات، بس انا حبيت ان انا ايه اعمل معاكم الوصفه دي سهله وجميله، وفيديو قصير كده وكويس خالص. طبعا انا خلاص اهوت عملته، هشغله بقى واسيبه لمده ساعتين، وهجيب الحاجات بتاعتي ارصها قدامكم، وهنشوف برضو ايه. زي ما انا قلت هنسيبه شغال لمدة ساعتين، وبعد ساعتين هنيجي نشوف الدنيا فيها ايه في الفريزر بتاعنا، ونرص حاجتنا مع بعض معاكم. واهو يا جماعة طبعا بقى ايه، رجعت لكم اهو بعد ساعتين، مرور ساعتين من الفريزر بتاعنا اللي ده بقى. طبعا ده اللي انا كنت عاملاه معاكم. ما رجعت بقى بعد مرور ساعتين، شفتوا ولا تلج ولا اي حاجة، والفريزر تمام ومية مية. وشفتوا كويس خالص ازاي. وجبت بقى الحاجة بتاعتي عشان ارصها معاكم. كان عندي قالب زبدة حطاه، فقلت ايه احطه كده معاكم. اللي هو الكزبرة والشبت اللي انا كنت مفرزاه، جبته برضو اللي انا احطه. عندي كيس برضو من الكرنب، قلت انا احطه برضو معاكم اهوت. حاجات بسيطة وسهلة. عندي بسلة برضو، جبتها ان انا احطها. وهرص بقى الفريزر بتاعي بعد ما كان يا جماعة بقى مش واخد حاجات بسيطة، والتلج بقى عامل كتير كده وكده، لأ. يبقى كده احنا عملنا اهوت حاجات، وهياخد معاكي كمية كبيرة جدا من الحاجات بتاعتك اللي انت مخزناها وكل حاجة، وهترصها بقى وتبقى الدنيا تمام كده. عندك برضو اي حاجة علبة فيها اي حاجة، طماطم، عصير طماطم، شوربة، اي حاجة، بتقوم حاطة ورصها بقى. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفونا، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامه، باي باي.